السلام عليكم. والله العظيم انا ما عارفه ارتب كلامي ازاي ولا ابدا اقول ايه، لان كلام الدنيا كله ما يوصفش اللي حصل وبشاعه الموقف اللي احنا فيه. ان الله وانا اليه راجعون، ولا نقول الا ما يرضي ربنا. بس انا طالبه حقك يا اختي. انا اختي جوزها ولع فيها عندنا، احنا ساكنين في بوقير في اسكندريه، وسابها لحد ما اتفحمت بالكامل. حرقها، اعضائها اتحرقت، الجسم كله اتحرق من الراس للرجل، ولع فيها بالبنزين، حرقها في البلكونه، قفل عليها البلكونه وسابها لحد ما اتفحمت تماما. ويعني لحد ما تقرير الطب الشرعي يطلع هنعرف اذا كان اداها بنج ولا ايه، لان انا اختي كانت في عز الحريقه وما صوتتش، والناس ما كانتش سامعه، الناس كانت شايفه نار طالعه من البلكونه، بس كانوا فاكرين ان الشقه بتتحرق، ما كانوش فاكرين انه في بني ادم هو اللي بيتحرق. فانا كل اللي انا طالباه منكم انكم تشيروا الفيديو بالله عليكم. حق اختي امانه في رقبتكم، امانه في رقبه كل واحد شاف الفيديو ده. حق اختي لازم يرجع. اختي اتحرقت حيه ودفناها امبارح، ان الله وانا اليه راجعون. انا عايزه حقك يا اختي. انا ما تخيلش ان انا اعمل فيديو زي ده في يوم من الايام. انا طالبه عدلك يا رب، اللهم العدل والقصاص. انا مش طالبه غير القصاص، وان حقها يرجع عشان تنام مرتاحه في تربتها، واحنا كمان نارنا تبرد. شيروا الفيديو على قد ما تقدروا. حق اختي لازم يرجع. حقك يا ايمان اختي اتحرقت. ربنا ما يكتب على حد النار اللي احنا فيها. وعايزه اقول حاجه، اضيف حاجه، انه اختي اخر كلمه قالتها للشاهد، ولما راحت المستشفى قالتها برضو للدكتور، انطقها الله الذي انطق كل شيء، انطقها كلمه حق عشان تجيب حقها. قالت للشاهد اللي طلع قالت له انا جوزي ولع فيا، هاتلي حقي. لانه كان اول لما شاف الناس بدات تطلع تشوف الحريقه قال لهم هي اللي ولعت في نفسها، ولكن ده كذب وافتراء على واحده بين ايدين ربنا، واحنا مستنيين تقرير الطب الشرعي. ولكن انا عايزه الناس كلها تقف معايا، وعايزه الناس كلها تجيب لي حقك يا اختي وتبرد ناري.